اهلا بيكم في حلقه جديده من اسرار الذكاء الاصطناعي. النهارده هنتكلم عن شركه ادوب. شركه ادوب في المؤتمر الاخير بتاعها اعلنت عن تحديثات مهمه جدا هتغير من شكل البرامج وهتغير من شكل تعاملنا مع البرامج. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده الفوتوشوب. فوتوشوب حصل فيه مجموعة تحديثات هتغير حاجات كتير جدا. اول تحديث معانا ان احنا لو معانا اي PNG بسيطة هنا، لو عايزين ندمجها مع الصورة، بمعنى ندمجها نديها شوية واقعية، نديها شوية شادو، نديها انعكاسات اضاءة، فهم ضافوا معانا اوبشن جديد اسمه هارمونايز. لما بدوس على هارمونايز بيعمل ايه؟ بيخلي الصورة في تناغم بينها، كأن الصورة فعلا متصورة كده، يعني مفيش تركيب على الصورة. لو دوسنا هارمونايز هيبدأ يعمل جنريت، بياخد 30 ثانية، الموضوع بسيط. احيانا مع نسخ البيتا بيبقى فيه شوية مشاكل، بس انا بالفعل عامل هارمونايز في لاير مختلف. لما بتعمل هارمونايز هو بينزل لك لاير لوحده، تقدر انك انت تختار نتائج كمان. احنا هنخلينا في اول نتيجة. ايه الاختلاف بينها وبين الصورة الاصلية؟ تعالوا كده نركز في التفاصيل. تعالوا نشوف الصورة الاصلية، مفيش اي شادو. الانعكاس بتاع الضوء بتاع الشمس يعني خلى الصورة فعلا الازاز في تفاصيل كتير جدا مختلفة. ففعلا للناس اللي ما بتعرفش تعمل دمج او ما بتعرفش تعمل الشادو، الموضوع واقعي جدا. تاني حاجة هتكلم عليها وهي يعتبر حاجة كانت مهمة جدا، لان كلنا بلا استثناء كلنا كنا نروح نستخدم مواقع خارجية عشان تقدم لنا نفس الخدمة. دلوقتي بتكلم عن الاب سكيل. لو معانا اي صورة الريزوليوشن بتاعها ضعيف، نقدر من خلال ايمج جنريتيف اب سكيل. الاوبشن ده جديد في فايرفلاي اب سكيلر، بس دي طبعا مش هنستخدمها. توباز جيجا بيكسل وتوباز بلوم، الاتنين دول يعتبروا ده تعاون شركة ادوب مع توباز لاب، ان احنا نقدر نعمل اب سكيل للصور بتاعتنا. نقدر من خلال ان احنا نعمل 4x بقت 8000 ل 4000، بس هي بالفعل الصورة كبيرة، فهو بالفعل مش هيكبرها اكتر من 8000. الصورة الاصلية 4000. احنا بنتكلم لو الصور ضايعة خالص مبكسلة طالع عينيها، فيقدر ان هو يحسن الصورة. بلوم بس في تفصيلة مهمة جدا وهي الكرياتيفيتي. لو انت عايزه يغير في الصورة هيبدأ يغير كده، هيغير. لو مش عايزه يعمل اي تغييرات اب سكيل بس هتخليها على 0 وتدوس اب سكيل. طبعا انا في الحالة بتاعتي الصورة الريزوليوشن بتاعها كبير فمش هينفع. في حاجات اتضافت في الفلاتر مهمة جدا، طبعا مش هتبان دلوقتي معايا عشان هي عايزه صور فيها دي نويز، اي دي نويز، اي شاربن. في حاجه هتكلم عليها وهي مهمه جدا، وهي اضافه نماذج زي نانو بانانا وزي فلكس جوه الفوتوشوب، ودي يعتبر حاجه بجد ثوريه بالنسبه لي. لو احنا جينا عملنا هنا مثلا وقلت له جنريتيف فيل، هيبدا يجيب لي قائمه اللي انا بكتب فيها الديسكريبشن بتاعي او البرومبت بتاعي. حرف الجي لو دوسنا عليه هنبدأ نختار فايرفلاي فيت اند اكسباند، ولا فايرفلاي 3، ولا فايرفلاي 1، او فلكس، او جيميناي نانو بانانا، وهو يعتبر الافضل على الاطلاق. فكره ان انا اقدر استخدم اكتر من نموذج جوه الفوتوشوب ده سحر بالنسبه لنا، وبالذات نانو بانانا. يعني نانو بانانا قوي بشكل مخيف. فتعالوا كده نقول له شيب، حاجه بسيطه جدا في ميه، فاحنا عايزين سفينه. نشوف بقى الشيب، يلا سفينه حلوه بقى. هو عملها بالفعل بس يعني هي ايه، تعبانه خالص. ليه كده يا نانو بانانا؟ لا الصورة أي كلام بصراحة يعني بصراحة، بس هو يعني بصراحة بيطلع نتائج حلوة. تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة وهي البريمير. في اوبشن اتضاف، كنا دايما بنروح للافتر افكت عشان نعمله، بس دلوقتي بقينا نقدر نعمله من جوه البريمير. طب انا بتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن اوبجكت ماسك تول، وهي كل الموضوع ان هي بتعمل سيلكت للشخصية. عملت سيلكت، اقدر ان انا من خلال هنا اقص الشخصيه بتاعتي بمنتهى السهوله. كنا بنعمل ده بالافتر افكت بالروتو براش تول، فهنا الموضوع بقى اسهل جدا. طيب في حاجه كمان زياده انا خدت بالي منها، تراك سيلكت فورورد، وهي لو معانا تراك مزيكا نقدر نزوده شويه. يعني هو بيزود في حاجتين،
باكورد وفورورد. وفي التحديثات معانا برنامج الافتر افكت. تعالوا نروح مع بعض على الافتر افكت. الافتر افكت فيه اوبشن يعتبر احنا مستنيينه من زمان جدا، وهو ان احنا نرسم اشكال 3D بداخل الافتر افكت. كنا الاول بنروح بلندر او 3 دي ماكس عشان نقدر ننفذ اي اوبجكت 3 دي. افتر افكت تقدر انك انت تعمل اي شكل 3 دي وتعمل له اللايت بتاعه، تعمل له تكتشر. تعالوا نكتشف ده مع بعض. في ايكون هنا جديده اسمها كيوب تول، هدوس عليها هبدا ان انا الاقي فيها كذا حاجه نقدر ان احنا نرسمهم. طب تعالوا نجرب الكيوب. هنعمل كده، هتلاقي فيه بانل جديده اتفتحت معانا. فكره بقى الكيوب ان هو ما عادش شيب، يعني ما عادش صوره، بقى الموضوع 3 دي. يعني ايه؟ تعالوا كده بصوا، هو ده الكلام بقى. الموضوع كده بقى 3 دي خلاص. الاول احنا كنا بنرسم شيب 2 دي، ففكره انك انت ترسم اشكال زي ما انت عايز دي حاجه حلوه. يعني مثلا في النوع بتاعه نقدر ان احنا نعمله بكذا دايره، مثلا نعمله كانه ارضيه، تنفع ارضيه جدا. مثلا لو عندنا اي حاجه فيها بيئه تنفع ان هي تتعمل ارض. عندنا كمان يعني عندنا اشكال نقدر نتحكم فيها زي ما احنا عايزين. ففكرة ان احنا نقدر نعمل كل حاجة احنا عايزينها، وبانل كبيرة مليانة مثلا الماتيريال كومبوزيشنز اوبشنز فيها كل حاجة، تقدر تغير كل حاجة. طب تعالوا كده نغير مع بعض حاجة، مثلا الحجم. انت بترسم زي ما انت عايز، خلاص الموضوع بقى بسيط جدا. فالتحديث ده اي نعم ادوب متأخرة فيه جدا، بس هو حاجة مهمة جدا بصراحة. يعني ناس كتير هتبدأ ان هي تستفيد من اوبشن زي ده، فده في حد ذاته حلو جدا. شو احنا عملنا شكل مجسم 3 دي في 3 ثواني، الموضوع ما خدش اي وقت، وتقدر انك انت تحركه زي ما انت عايز، تعمل له الماتيريال اللي انت عايزها باللون اللي انت عايزه، او تجيب ماتيريال من بره وتحطها عليه. وده يعتبر تطور حلو من ادوب، لان هي لازم تبقى سابقه. فاحنا بنتكلم عن شركه عمرها سنين، فان هي تطلع لنا نموذج زي ده لا حلو جدا بصراحه. في حاجه كمان ادوب اعلنت عنها، وهي المنصه بتاعتها فاير فلاي. يعني مثلا منصة فاير فلاي نقدر ان احنا نعمل ساوند افكت، دي حاجة حلوة جدا بصراحة. تعالوا كده نجرب مع بعض. جنريت ساوند افكت، ماشي اوكي. انا قلت له عايز صوت مية في المحيط بتخبط في الصخور، فاعتقد ان دي حاجة سهلة. عمل لي 4 نتائج. الله، واو، بصراحة النتيجة مبهرة. أنا من أول نتيجة عجباني. الله، ففكرة إن احنا نعمل ساوند جنريت لساوند افكت، أنا شايف دي حاجة مميزة جدا، لأن أحيانا بنبقى بنعمل فيديوهات وعايزين صوت معين ومش لاقيينه، ففكرة ان احنا نولد الصوت اللي احنا عايزينه في اللحظة دي لا حاجة حلوة جدا. هتكلم كمان عن منصة فاير فلاي. انا من خلالها اقدر اعمل جنريت فيديو، محطوط نماذج فيو 3، دي حاجة حلوة جدا للناس اللي عايزة تعمل فيو 3، دي حاجة ممتازة. سواء فيو 2 او فيو 3 فاست وفيو 3.1، وفي كذا نماذج بس انا ما جربتهمش قبل كده. اعتقد ان النماذج دي تبع ادوب وبيكا. انا طبعا عاشق لفيو، يعني فيو 3 يعتبر هو الافضل بالنسبه لي. ففكره ان احنا نعمل فيديوهات او صور، اعتقد الصور هيبقى ضايفين نانو بنانا. عندنا نانو بنانا، وعندنا ايماجين 4 وايماجين 3 شات جي بي تي. يعني هي يعتبر ادوب عملت صفقات مع كل الشركات، عندنا فلكس، عندنا رانواي، عندنا كل حاجه يعتبر.
ففكره ان انا اعمل صور بالنانو بنانا هو حلو جدا، فنقدر نعمل ساوند افكت، نقدر نعمل فيديوهات، نقدر نعمل ايمج. فبصراحه حاجه حلوه جدا. وفي انهانس سبيتش هنا لتحسين الصوت. في اوبشن جديد خالص اسمه بوردس، وهي يعتبر سبوره كبيره تقدر تشتغل عليها انت والتيم بتاعك. ايمج تو فيديو جنريت سبيتش، بس طبعا لسه العربي ما اتضافش فيه. مثلا عندنا يعتبر ادوب بتواكب التطور اللي بيحصل، وعملت شراكات مهمه جدا، ويعتبر تحديثات مهمه جدا في البرامج بتاعتها، لان ادوب لازم تبقى الرائده في العالم ده، عالم التصميم والجرافيك. اشوفكم في حلقه جديده، واتمنى تكون الحلقه مفيده. وانا اسف ان انا طولت عليكم، بس فعلا الحلقه مليانه معلومات كتير جدا. اشوفكم في حلقه جايه.